اليوم 31 عام وانا في ميدان الاعلام. كتضرك هاد القضيه ديال الناس كيفكروا بانني انا هذا هو مشكلتي، هذا هو مشكلتي اللي عايش بها انا. اياس مالكي عجبني داير انا واحد الختام اللي كنبغي نضحك نديرو. وهاد القضيه مرهقه شويه، بزاف الشهره كتسهل بعض المرات الحياه. الشهره كانت بحلاوتها، دابا تميعات الامور. ما عندنا كاع حتى شهر. حساس شويه بابا ايمن في هاد المساله، هادو اللي خصهم اللي نقصوا عند بزاف الناس المعقول الكلمه. اما الاخلاق ما خصناش ندوي عليها. ولكن الحياه راه تالما ولات صعيبه، وليتي كتهرب لشي حوايج بالفلوس اللي كتقدر تاخذ بهم الراحه. قلت لي انت اللي غادي دير البرنامج. قلت لها كيفاش غندير؟ لا قلت انا راه انا اعداد والاخراج ما لا قال لي انت غدير كلشي فيه، تقدم البرنامج ديالك هذاك سي طون بيبي دوغينافون. انا واحد الموقف كنت حضرت ليه الحاجه اللي كتبقى انت كتقدر تزابيه، ولكن لا قاست شي واحد اخر ما عندكش مع الحوده. البوز هنا في المغرب من نهار بداو كيديروه بعض الناس ب 90% مفبرك. يا السلام عليكم، مرحبا بكم في بودكاست مغربي. الضيف ديالي والضيف ديالكم بابا ايمن. انا بك جعفر، كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله. كي داير هانيه؟ توحشناك. شرف كبير لينا هذا بابا ايمن انك تكون معنا. مرحبا والف مرحبا. انا معك اليوم. اتصلوا بي العديد من الاصدقاء والزملاء، ولكن للظروف ما تنكونش دائما، تيكون شي حاجه على حسب الوقت، ولكن الحمد لله كتب انني نكون معك جعفر. مرحبا والف مرحبا. كنبغي نقول واحد الحاجه للناس اللي ما عارفينش، ان من البدايات ديالي وعماد علاش كنقول لي بابا عماد هو تيساندني، سواء كتفيقني في الصوت، خدمت معاه عده برامج من البرامج ديالو، وكان من الناس اللي امنوا بيا وشجعوني ووقفوا معايا في البدايات ديالو، ودابا حتى في بودكاست وقف معاه. افيك بليزير، تستاهل جعفر، وانا معك دائما. علاش انا كيعجبوني الشباب والشباب الطموح، لان انا واحد الوقت من الاوقات كنت انا واحد الانسان شاب باقي جديد بادي في الميدان، وكان عندي طموح رغم التحديات والصعوبات والعراقيل، ولكن استطعت انني نتحداها كلها ونحقق ما حققته، ومازال ان شاء الله نتمنى ان نحققه الافضل باذن الله. ما شاء الله بابا عماد ديما متالق. الله يبارك فيك. بابا عماد انت هاد المغاربه ديما عندهم واحد الصوره في شكل عليك، ديما عندهم واحد الجانب ديال المحبه والمعزه. شي دي ايماج خدمتي عليها ولا داكشي ديال الله؟ هذه واعره في شكل عندك، في شكل اه ديال المعزه، ونتمنى يا رب. بالعكس الحمد لله، شوف هادشي كنحس به. يمكن انا الصوره يعني بصفه عامه، دونك ما يمكنش نكونوا كنعجبوا للجميع، ولكن الى جبت الى على الاقل عجبتي القاعده وما عجبتيش الست، لا ماشي مشكل. دونك هذا الحمد لله. انا ديما حافظت على صورتي يا جعفر، دونك حافظت على صورتي لانني احترم الجمهور، احترم الناس، احترم العمل ديالي بالمعقول، وبيان سور المعقول والسيريو، وكذلك بالاجتهاد والمثابره وبتغيير الافكار يعني كل مره. ولكن اكثر حاجه هي دائما الانسان يكون متواضع والاخلاق وتحترم الجمهور باش تبقى لك محبه. فربما سي فري انا كنحس الحمد لله مع السنوات، كنتلاقى مع الناس باغتو. انا يعني كنمشي تقريبا راه يعني المغرب كنجول المغرب كله، راه من طنجه، ما غنقولش من طنجه حتى للقويره، ولكن من طنجه راه الداخله كان ممكن انني نكون في القويره ولا الكركارات، ولكن باش كنهضر واقعي باش ما نقولوش راني. ولكن الحمد لله يعني ننشا المغرب حتى الاقاليم الجنوبيه في الصحراء المغربيه، وانا كنتلاقى مع الناس، تعرفوني الناس، تبعوني، كاين اللي تبعني كان صغير وتبعني في البرامج من خلال القنوات والمنابر الاعلاميه، خصوصا في بدايتي مع قناه دوزاب، ثم كذلك كاين اللي نفس لاج عاشرني، وكاين اللي يلاه كيكتشفني ربما. والحمد لله بقات هذاك كنحس بالمحبه، وكنحس بحال كيردوا لي الناس داك الاحترام. هذا هو اهم حاجه. بحال الاعتراف بالجميل، انك قدمت هوايتي للتلفاز المغربي. قدرت بطبيعه الحال. شوف انا ما كننتظرش زعما الاعتراف بالجميل، الاعتراف هو ديال الجمهور، هو ديك المحبه ولا الى ديك الابتسامه ديال الناس، لان انا دائما كنبتسم في وجه الناس، كنحافظ على الابتسامه ديالي، على المورال ديالي دائما. واخا تكون الظروف، راه كنا كندوزو، راه كل واحد راه عنده مشاكل ديالو اليوميه في الحياه، مشاكل ديال الحياه ولا مشاكل ديال الوليدات، لو سوسي يعني تكون واحد هذاك لو سوسي ديال الكراهيه الوليدات، ديال ربما حتى حنا كندوزو ببعض المراحل، مشاكل ديال كيفاش غادي تدوز هذا الشهر هذا، وكيفاش غادي تادي هاد ربما الا عندك شي طريطه هنا ولا عندك شي طريطه هنا، هادشي كله راه ماشي حنا كنتزادوا دائما ضاحكين، ولا الخدمه عندنا راه فيها الاريحيه 100%. الحمد لله كتكون الاريحيه ب 50 60%، ولكن راه 40% كنجتهدوا وكنخدموا على راسنا، واي حاجه فيها صعوبات. نرجع لواحد القضيه، عماد فاش كيجي للبلاطو ديما الانرجي بوزيتيف، ما عمر واخا تكون الدراري كاين، واخا يكون اي حاجه، عماد الانرجي بوزيتيف وكيسهل على اي واحد من الصغير حتى للكبير. والحمد لله انت عشتي معايا فتره كبيره من في برامجنا في شاده، خصوصا فاش بديت دندنه مع عماد، عشتي معايا جعفر، دونك انت اللي كنت يمكن بيان سور في لو سون ولا تكنيك.
لينيرجي هادي حافظت عليها. شوف غريب انا غير مؤخرا، رغم انني كنزيد شويه في السن، ولكن ربما قلت واحد الوقت من الاوقات ربما ما يبقاش عندي الخاطر، لان انا كنجي بعض المرات كنجي وقع شي حاجه غير باش نوصل للبلاطو، شي حاجه وقعت ما عجبتنيش، شي ستريس، شي واحد متصرف شي تصرف غير اخلاقي في الشارع، شي واحد مع الانانيه اللي ولينا كنشوفوها بزاف بواحد الشكل كبير. الناس ولاو اغلبيه كاين الناس انانيين ما تيفكروش الاخر. ربما كيكون عندي مشاكل داخل البيت ديالي، ولكن تنجي البلاطو هذا من فضل الله. الا ما معنيش الجواب ديالها جعفر، انا نقول لك هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. انني ملي كنجي واخا نكون مقلق كاعي ما عادش واقع ليا، كندخل سي دينيرجي بوزيتيف، واحد الطاقه ايجابيه. علاش؟ باش ندوز هذاك لو مومون زوين، باسكو داك المتلقي الناس اللي كيشوفونا هو مالو، هو دار فيك الثقه وعطاك وقت من وقته، هكا خصنا نفهموها. بزاف الناس كيغلطوا تيقول لك انا كندير وانا كندير، لا انا كنشتغل، كندير برامج، قدمت برامج كبيره، قدمت برامج غتبقى تاريخيه في المشهد الاعلامي المغربي، ولكن هذاك اللي تفرج فيا راه عطاني وقت، انا ماشي اللي عطيته وقت. دونك انا ممتن له دائما. هو ما سوقه لا في انني نكون كاعي، ولا راني شي حاجه ما تخلصاتش، ولا راه مقلق مع شي حاجه وقعت في الدار انا مقلق. خصني نعطيه الطاقه الايجابيه ديالو، العمل ديالي نحترمه، ومن بعد نمشي نحل مشاكل. كتشي الناس كيفكروا بانانيه في الزنقه. بابا عماد كيفكر الناس كاملين، كيف كان الناس كاملين كضرك هاد القضيه ديال الناس كيفكروا بانانيه. انا هذا هو مشكلتي، اللي عايش بها انا، هي انني تيبقى فيا الحل، لانني انا كنفكر للجميع، خصوصا يعني في الكوتيديان، في اليومي تنفكر للناس، وتناخذ قدوه من الناس اللي سبقونا في التربيه الاجتماعيه. وهاد القضيه مرهقه شويه، بزاف. فاش كتدخل للدار كتعيا. كتدخل الدار كتعيا، ومع السنين كتولي عيان، راسك تعيا، لان ديما انا كنحلم بواحد المجتمع مثالي. المشكله بقيت ديما حالم، نورمالمون كيقول لي الناس تفيق شي شويه، ولكن تنبقى نحلم. شنو كنحلم ديما ندير المجتمع المثالي، المجتمع اللي لا تسود فيه الانانيه. للاسف هادشي ما كانش في جدودنا ووالدينا، وحتى حنا ملي كنا صغار راه كان واحد التلاحم، كان واحد التضامن بين الناس، سواء شوف من الدرب عندك، من كتخرج من الدرب وانت غادي كتلقى دائما واحد التضامن، واحد الاحترام، وكانت الاخلاق. دونك هادو الاشياء اللي نقصات، ما تنقولش تحيدات وما تنعممش على الجميع، نقصات بعض المرات، وهذا واقع، ما نتكلموش لغه الخشب. نقصات الاخلاق الوليدات الصغار، الجيل اللي طالع، نقص تضامن، نقص ولات حب الذات. تيقول لك ابخي موا سي لو ديلوج، يعني من بعد الطوفان. فاهم. بزاف ناس يديروها، هادي رهقني هادشي، لانني كان دائما تنقول وعلاش، وانا كنفكر الاخر. انا عمرك تلقاني واقف في دوزيام بوزيسيون كنلاحظ حتى في ستاسيون حتى في ستاسيون الخدمه كنكونوا معطلين كتقول لي لا بلاتي، كتقول لهم شوفوا لي شي بلاصه اللي مزيانه ما نديرونجي حتى واحد. اكزاكتومون نهائيا. ما عمري نحط، ما عمري نجي وندور، ما عمري نحرق فلوج، كي نغلط نمشي التليفون في يديا، انا انسان، ولكن يمكن نضر راسي ما دريتش. المهم يعني الله يحسن بغينا، يعني باش نتمنى ان نكونوا مثاليين في كل شيء، ولكن بزاف د الحوايج ما عمري نديرونجي الجار ديالي، ما عمري يعني الناس كيخدموا معايا دائما تعطيهم حقهم، وانت كنتي شاهد. يعني كنحاول الماكسيموم، لونتوراج ديالي، عائلتي، ندير الخاطر. الحمد لله. يمكن هذا هو اللي خلاه واحد خلى ديك المعرفه من الناس تعزني وتقدرني وتحبني، يعني اقدرهم واحترمهم واحبهم. طبعا عماد، شحال هادي كانت التلفازه هي البلاصه الوحيده فين يقدروا يشوفوك الناس. دابا ولات الشهره انترنت، يوتيوب، انستغرام، لي فولورز. كيفاش عشتي السيستم ستار؟ غنقولوا سيستم ستار، واخا ما كاين سيستم ستار ما كاينش في المغرب، ولكن كيفاش عشتي الشهره في هذيك الوقيته؟ خويا كانت بحلاوتها صراحه، الشهره كانت بحلاوتها. دابا تميعات الامور، تميعات بزاف. ما عندنا كاع حتى تشهرنا ياك صعيبه. ما شوف، كنتي كتشهر حيت عندك علاش تشهر، او تقدر تشهر لانك اشتغلتي على انك تشهر. ودابا الشهره بالعكس ولات ما بقاتش نعمه، ولات نقمه. هذا هو بالنسبه لي، خصوصا اللي احنا عشنا الشهره ديال الفري. اه يعني كانوا اولا الناس قلال، ماشي اي واحد كيقدر يتعرف ولا يتشهر.
نجيك في أنا ما كنآمنش بالنجومية، ما كنقولش نهضر على النجم، مي كنقول كاينين ناس عندهم مهن ديال الظهور، يعني ناس اللي كتعرف كتولي معروف، وزوين أنك تولي معروف وإلى حد ما مقبول عند الناس، هذه جميل جدًا، أما تكون معروف ويقولوا والعياذ بالله هذاك شكل تاني عاوتاني، كاين شحال من واحد كيتعرف، راه البوز ماشي ولد هاد اليوم هذا لا لي ريزو سوسيو وهاد الشيء التفاهة نو، البوز راه كان حتى شحال هادي ولكن كان بواحد الطريقة، أغلبية الناس كانوا كيديروا البوز بحاجة مزيانة، بالأعمال، بشي طرائف زوينة، بشي حاجة اللي كتدخل. كان واحد الوقيته كانوا بعض الناس كيبغيو يديروا البوز أولا ماشي البوز هو كيفرض راسو، أنا قصدي كيفرض راسو على الإعلام وعلى الجمهور باش يتعرف، ولكن ما كيتعرفش بطريقة زوينة، كيكون غير محبوب غير مقبول كما كنقولوا. بون نرجع للسؤال ديالك بأن حنا عشنا واحد كيما نقول ما نسميوها لا نجومية ولا شهرة، سميوها حنا كنا معروفين، تعرفنا عند الناس، يمكن نقولوا انتشرنا، يعني عن جدارة واستحقاق، زوينة هاد الكلمة هادي عن جدارة واستحقاق. دابا أي واحد كيتعرف وكيتشهر تميات الأمور، عشت هاديك الشهرة اللي عشتها في وقتها وعشتها بالحلاوة ديالها كيما قلت لك، كانوا ناس قلال كيتشهروا، كان يا إما كويرية الواعرين، إما أونطرينور واعر، إما شي سياسي محنك ما يكونش فيه لا بارية، وإما الناس ديال الفن والإعلام، يعني حتى الإعلام بابا عماد غير كتنسى، الإعلام دير برنامج عام جوج كتنسى، أكيد صعيب تبقى محافظ على بلاصتك. أكيد، والحمد لله حنا دزنا مع هادوك الموجة ديال كيما كنقولوا ديك ديال الإنسان كيتشهر عن جدارة واستحقاق، وعشتها بعادي باش عشتها مرتاح، علاش؟ ما تزاد عليا والو أنايا جعفر، ما تزاد عليا حتى شي حاجة، كيما كنت كنعيش حياتي عادي، بالعكس اللي زادتني هي ديك كتشوف الناس كيحبوك والناس كيهتموا بك كتحاول دير أكتر، سي تو هادشي اللي كاين. الشهرة كتسهل بعض المرات الحياة، شي ما حوايج حتاش ما تنظنش تتسهل الحياة، آآ خلينا من المعاملة الزوينة، هي المعاملة الزوينة، أنت في شي محل في شي أوتيل أنت دخلتي شي حيت كانوا حتى ناس مساكن، كانوا ناس فريمون المغاربة طيبين، ناس الصراحة ناس خيرة الناس كانوا، وباقي مازال باقي حنا عندنا المعدن الأصيل، الناس اللي جايين كنحاولوا خصهم يعاودوا يرجعوا لوالديهم وجدودهم حتى المغربي ديالنا، لأن راه باقي عندنا المعدن زوين، حتى كنا أنا باقي تنعقل واحد الوقيته في بداية الألفينات وبديت كنتعرف ديك الساعات، وكانت كيعجبك الحال سي نورمال في الأول تيعجبك بيك الحال، لأن كيما قلت لك كانت بحلاوتها ما كانش كلشي معروف، راه كانوا قلال اللي كيكونوا مشهورين ماشي كلشي. إيوا وجوج حوايج وقعت لي، واحد المرة ركبت مع كانت طوموبيلتي خاسرة حطيتها للكراج، المهم خديت الطاكسي ديك الأيام كناخد الطاكسي، لأن هاديك الساعات باش نوصل دونك راه كلشي كندوزوه زعما كناخد جوج طاكسيات باش نوصل لدارنا لعيد السبع الدوزيام، كناخد في الأول طاكسي أحمر وكيحطني في المدينة وكيخصني ناخد طاكسي بيض، ديك الوقيته راكب طلعت مع مول الطاكسي، المهم شافني سكاناني عرفني، الله يا ودي عماد إياك هذا ديك الساعات كندير رباعيات واقيلا ولا فاصلة البرامج، المهم رجعوا ليها، المهم ما بغاش يتخلص مني، قلت له لا منين وصلت معاه كان داكشي اللي كاين في الكونتور، قال لي لا والله قال لي شرف لي، قلت له اجي بالعكس راه انا خويا خصني قال لي والله حتى شرف لينا، قال لي يلاه، قلت له راه غتحرجني بحال هكا، قال لي شوف سير واش نتلاقى معاك شي نهار ولا لا، سير الله يسهل عليك، قلت له سير الله يسهل عليك، هذه مثلا وقعت لي بزاف المرات مثلا مع موني الطاكسيات في هذيك الوقت ما دابا يزيد عليك هكا نضحكوا مع مال الطاكسي يرضى. بغيت نضحكوا شي شويه، هادي ديال بابا عماد ديال فاش كتكون مشهور كيجيو عندك كيقولك عماد كتعجبنا راه دور معانا. هذيك فيها شويه العذاب، هذيك فيها، ولكن ما تنقدرش، هذا مشكلتي ما تنقدرش نخسر، واخا تحيد من شوف تحيد من ولادك وتعطي، تقدر ما الا وقفتي تحرجت ما عندك ما دير، مع انني شوف كاين مرات ماشي دائما حيت انا ماشي بنكاوي، ديما في نهارك عاوتاني ماشي مساله نهاري واش كيستحق هذاك الانسان ولا ما يستحقش، ولا نطلع عليه حيت بانت لي انا وعماد باش يبقى لا واش كيستحق، مسكين بالك شي واحد راني انسان ذوي احتياجات خاصه، او لا واحد انسان تيبان لك واحد المراه كتقول واخا كاع ما فيها باس، ما دارت هاد المسكينه جات هكذا وكتطلب بحال هكا حتى راه واصله يعني واصله بها المن الله يعين بها الله،
فقلت لك هي شويه كتصعب، غير هي بعض المرات كتولي بساله، لان تيولي كتولي صافي حريتك الفرديه ما كتبقاش عندك واحد الحريه في الحياه، لان كتولي فين ما بنتي لبعض الناس لا راه خصك زعما انت تعيد انت ايمات حيت كتبان في التلفزيون وكنت كتبان في التلفزيون وحيد لهم من راسهم اه ما عرفت ما عرفت شنو شحال كنتي كتصور فهمتيني، ولا ورا التلفزيون واخا كان في سميتك راه انت دونك خصك دائما ها اللي باغي ها اللي باغي اللي باغي. حنا تندير اللي قدرني عليه الله من الماكسيموم اكثر من زعما من الجهد ديالي ومعروف هذه. غنعشر معاك شي حوايج عماد معروف بالميزه ديال العطاء. كان شوف راه ماشي ما تنردش الناس على اللي قديت عليه واخا بجوج دراهم ماشي ولكن متعبه يا اخي متعبه، لان واحد الوقيته حتى حنا ملي ما كتكون شويه تنقولوا الماليه هابطه فهمتيني كتكون ما كاينش المدخول ما كاينش، حيت ماشي دائما حنا كاين المدخول ربما كاين شهر مزيان وكاين ربما ما كاينش عاوتاني راه داز ايام من غير كوفيد وكذا وداك الشيء كدوز على الجميع وخصوصا في الميدان ديالنا حنا دازت علينا ديال 100%. اه ما الاخر ما تيهضرش دونك هاد المساله هادي ترهقني في بعض المرات، ولكن ما تنقدرش نخسر الخاطر على قدر المستطاع. ما كتقدرش تخسر الخاطر والكلمه. لا الكلمه لا هادي كنحس بك كدير بحال دابا عطيتي شي واحد كلمه كنحس بك كديرو. لا هذه الكلمه وهذه معروفه عندي شوف دليل الاستمراريه ديالي في الميدان ديالي في الميدان الاعلامي والبرامج والحمد لله والناس باقا كتثق فينا وكنمشيو مع الشركات الكبار دائما انا هو المقدم ديالهم الرئيسي ماشي غير المسائل غير المجال الفني حتى مع الشركات في لي سيمينار في لي كونغري يعني الجوج حوايج المعقول والكلمه بيان سور وهذاك الشيء هادو اللي خصهم اللي نقصوا على بزاف الناس المعقول والكلمه. اما الاخلاق ما خصهاش ندوي عليها ما يمكنش راه نورمالمون خصو يتزاد بنادم خصو كيتزاد خصو كدك فيه الشوكه ديال الاخلاق خصها تبقى غادا معاه. هذيك ما خصيش ما يمكنش نقولوا لا وخصك تكون مخلق لا راه خصك تكون مخلق. اما الا بغيتي الخدمه هي المعقول و ولو سيري الى المعقول وطلع عن الكلمه. انا واحد الحاجه تعلمتها منك ايمن الكلمه وثاني حاجه الوقت. يا اخي كنتي كتبهرني بهاد القضيه. حتى دابا اليوم التورناج مع الجوج عماد الوحده كاين. وهادشي واش باقي كاين مع دابا انا هاد القضيه خدمت مع دابا الدراري اللي قدي في لاج ولا اللي صغار مني كنلقى مشكله عنده الوحده بحال الخمسه بحال السبعه بحال الثمانيه وديما هو ماشي هو اللي منه المشكل راه الطوبيس لا حقا التران لا حقا الطرام. وهذا هما دوك تنقولوا ملي كتكون طالع على اساس الا درنا مهن ولا كانت واحد الشهره او لا واحد سميها انت نجوميه فكانت على الاساس اولا راه داخل فيها كل سي ان باكيج اللي درنا على المعقول هضرنا على الكلمه هضرنا على احترام الوقت راك شتي انت انا عندي مشكله الوقت وتيعذبني اللي ما كيلتزمش بالوقت ومشكلتي كما قلت لك ما تنبغيش نخسر. انا ما تعجبنيش شحال من واحد انا ما تيلتزمش بالوقت ولكن تيعذبني نفسانيا تنقول علاش ابار وبعد مرات الا تقلقت صافي سالينا هذا اللي ما كيحترمش الوقت ما غادي عمرو غيحترم لا الخدمه ديالو ولا دونك هادو اشياء ضروري يكونوا هذا سان واحد الباك فيه ناس سيريو يعني المعقول فيه الكلمه فيه احترام الوقت وفيه الاخلاق والاجتهاد. اي واحد بغى ينجح في المجال الاعلامي وفي الميدان الفني هاد اربع نصائح اللي قال بابا خمسه عماد زيد خمسه اي واحد بغى ينجح اي هو ما نقولوش غير في الميدان الاعلامي والميدان حياته اون في بحياته. برومييرمون المعقول، ثاني حاجه الكلمه، احترام الوقت، الاخلاق خصها تكون دائما كاينه، ثم الاجتهاد. خمسه الحوايج بابا عماد فرائض الاسلام خمس. دوينا على الشهره ولكن كنشوف زعما عمرك زعما جريتي جيت البوز ولا جيت حتى في الحياه الخاصه كنحس بك زعما بعيد شوي بعيد كل البعد. ما يهمنيش ما دخلتش راسي عندي رفض هنايا انني ندخل في هذا الشيء كل ما هو جديد ديال البوز وهذا الشيء الطريقه اللي باش كيتعرفوا الناس في ريزو سوسيو. شوف انا بقيت معروف عند الناس واحد في غالبيه الناس بقيت عندهم معروف كانت كتجبد لي عماد كيبتسم بلا انا كنلاحظ كيقولك عماد انت في ما الحمد لله مزيان هذا من فضل الله، ولكن ما محتاجش انني ندير بوز بشي طريقات الخدمه نديرو بوز بخدمه مزيان ندير شي نهار يشوفوني الناس في واحد المنظر ربما عائلي في شي منظر انا في شي طبيعه ممكن ما عنديش مشكل. اما هاد لي بوز وهاد
ونخترع قصه ونخترع فيلم ونبقى نكذب على الناس. هذا كت ما كتحترمش ذكاء الناس. وانا تنقولها لاي واحد، يعني حتى المتلقي المشاهد الا كيبقى يمشي وراء واحد كيبقى تابع هادشي ديال البوز، وهو راه باين الاخر غير مفبركو، فهذاك الانسان راه ما احترمش ذكائك، فالله يخليك ما تمشيش معاه في الخط. هذا هو اللي كاين. دونك كاينين ناس كتفبرك باش دير البوز، هو داكشي اون توكا العمر ديالو قصير. كلشي مفبرك كيفاش. شوف البوز البوز هنا في المغرب من نهار بداو كيديروه بعض الناس ب 90% مفبرك، كلشي كذاب. هادو الناس اللي كيديروا البوز او كيفبركوه، ثم وثم اش كيديروا يفبركوه بالميوعه مم. باش يدير البوز. دونك انا هاد الناس لا يمثلونني وما سوقيش فيهم. تنشوفك حتى في البرامج ديالك كتحاول تجنبهم ماكسيموم. ماشي كنحاول نجنبهم، ماشي كنحاول نتجنبهم، لا 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 لا, لا علاقه لي بهاد الناس. نحترمه كشخص كانسان، الا كان عنده خلق احترمه. اش كيدير، واش كيتبوزا وداك الشيء ديالو والميوعه اللي كيدير ولا اللي كيدير ولا كيفبرك دي زيستوار باش يستغل بعض السذاجه ديال بعض الناس، او لا ولا ما كيحترمش الذكاء المشاهد او المتلقي او المواطن المغربي، فهذا لا علاقه لي به. اغلبيتهم كيكسبوا التعاطف ديالهم، كيلعبوا لك على الوتر الحساس، كيقول لك المغاربه حنان، سي فغي المغاربه حنان، وهما كيلعبوا على هاد القضيه، كيلعبوا على المبادئ ديال الناس. بحال دابا انا كنتعاطف مع شي واحد كنشوفو في الانترنت كنتعاطف معاه، كيجي كيلعبها ضدي. ايوا هي هذيك اللي قلت لك، يستغلون سذاجه بعض الناس. هاد الناس اللي وعاد حيت كما قلت لك المغاربه فيهم واحد المعدن ديال الطيبوبه، يعني كيبقى هذاك واخا تلقاه كيغوات وتا هو المهم تيدير بعض الاشياء اللي خارجه عن نطاق الاخلاق الى غير ذلك، ولكن راه في قلبه كاينه واحد ذره ديال المعدن الطيب. داكشي باش كينساقوا ربما لهاد الناس اللي كيديروا بحال دابا البوز وكيفبركوا. انا دابا شوف مؤخرا قلت انا شوف انا ولد الميدان التقني و غنرجعوا لهاد النقطه. طبعا اليوم جعفر، اليوم 31 عام وانا في ميدان الاعلام، ولا قلنا الميدان الاعلامي ميدان اعلامي والفني، بحكم ان 80% من برامجي كانت فنيه. طبعا درت برامج في السبور، درت برامج سياسيه اجتماعيه، ولكن كانت غير اما الحصه الاكبر طبعا طبعا الطبخ كذلك، الطبخ كذلك نسيت المهم. ولكن الحصه الاساس دائما انا في الفن ولاني في داخلي فنان. فالفكره اللي بغيت نوصل هي ان انا كوميم شوي تكنيسيان دو فورماسيون، انا تقني يعني ودوزت اقسام تقنيه، سواء مونتاج، مونتاج، اخراج. كاميرا، اخراج الى غير ذلك، ثم الانيماسيون الى غير. فدوينا على ما نبقاوش نستغلوا السذاجه ديال المشاهد. فانا شفت بزاف لي فيديو كما كنا مفبركه حتى في الكاميرا الخلفيه، حتى في هذه الكاميرا التلقائيه اللي ولينا كنشوفوا دابا. خلي كاميرا خفيه، كاميرا خفيه راه كلش الناس عرفوها في يعني السنوات الاخيره ولات المفبركه ديال اللي كدوز في المنابر الاعلاميه الرسميه. حنا كنهضروا دابا اللي كيدوز في لي ريزو سوسيو، كنشوفوا بعض الكوميديين حقا شي حوايج كيضحكوا، ولكن راه مفبرك هذاك الشيء. ما نبقاش يدوز عند الكاكا. واش واحد كيجي السلام عليكم باغي يشير على واحد بحجره فوضى هذه زعما. المهم كاين شي حوايج ما نبقاوش نستغلوا، بالعكس نديروا كاميرا خفيه، ولكن نديرها نورمال. اشنو علاش كنفبركوها؟ كيخاف يريسكي هو بهذوك الفلوس، يقول لك انا غنخسر بيدجي ونجيب هادو في الاخر ما يبغيش يدوز معايا. ايوا دونك نحترموا ذكاء المغاربه، الله يرحم الوالدين. هذا نداء الناس اللي في لي ريزو سوسيو، احترموا ذكاء المغاربه. بابا عماد عندك موقف من لي ريزو سوسيو كيديرونجيوك؟ لا نهائيا، وانا خدام كانوا بالعكس ماشي كيدرونجيوني ابدا. ولكن انت بعيد عليهم، ما نتبعش، ماشي ما اكرونيم. نتبعش، اش غتبع؟ واش شنو غنتبع انا في لي ريزو سوسيو؟ لي ريزو سوسيو الا كان لقيت شي علامه من العلماء ديال الشريعه كينظر في شي ربما، ولا كيفسر لنا في شي ايه قرانيه ولا في شي حديث، ربما نبغي نستافد. لقيت شي مونتاج واعر ديال الكره كنمشي نتفرج فيه. لقيت شي مورسو ديال شي اغنيه واعره وداك الشيء غادي نتصنت له وغنقول الله يا سلام.
وشنو غنشوف؟ لقيت شي مقطع طريف في طريف كيضحك ولا هذا انا راه كنشوف راه كيضحكوني بعض سميتو لان اللي عفوي. انا غير احترم الذكاء المغاربه. تجي بالعكس انا على لي ريزو سوسيو انا كندخل دائما عندي لي كونت كلهم وتنشوف. بيان سور انا في شويه انا في انستغرام الفيسبوك قليل فيه، ولكن تنطلع. انا في تيك توك يوميا تندخل ليه، انني مش بوست با، ولكن تندخل كنعرف شنو كاين. بابا عماد عندك تيك توك؟ هاد المعلومه كانت خافيه عليا، ما غير باش نشوف داكور. ما كنبوستي فيه ما والو، اش بيني وبين تيك توك ابويا. انا باش نشوف اش ما يروج، ولكن مع الالغوريثم بيان سور راه نحد. دابا شنو تيطلع لي انا؟ تيطلعوا لي غير لي فيديو اللي بحكم انك تبقى كتعرف كومون سا انت سباس. انتريسي بهم. انت ما انتريت حدك تبقى تشوف واحد لا فيديو، فهذاك لو سيستيم هذاك دونك ديال الالغوريثم دونك تيبقى يعطيك غير هادشي اللي بغيتي، تيسجل لك داكشي اللي انت كتشوف. اللي انت كتشوفه. كنتي مبلي بالكره غادي يبقى يعطيك المرسوات ديال الكره، كنتي عجبتك شي حاجه ديال الضحك غيبقى يطلع لك شي حاجه ديال الضحك، بقيتي شي حاجه ديال الاذكار ومسائل كل ما هو دين وكل ما هو روحاني غيبقى كيعطيك مسائل روحانيه. تبعتي شي واحد مثلا ولا شي وحده واحد والزوجه ديالو شتي يبينوا العوره ديالهم عند الناس، ما عمرك شتيها، ما عمرها يطلع لك. وعندي رفض، حتى الا شفت كنقول طرك وما كنلومهمش، نتلاقى معاهم نسلم عليهم وكلشي، نسلم عليه سميتو كلكم دينكم ولي دين. هذا هو اللي كاين. داكور بابا عماد، بغينا ندوي على واحد النقطه، داك لو سويتش من التكنيك لانيماسيون كيفاش كان. يا زمن. حيت اللي جينا ندوي على الباركور، راه انا فاش بديتي انت في 94 انا 95 عاد تزاديت. الله الله. دونك قلت لك واحد المره انا باش دونك فاش كنت كنجي من المدرسه كنخد الشكاره كنقابل ديك الساعه فاصيله، داك المسابقه اللي كانت في هذيك اللعبه ديال لا ويلي. وكان واحد السيد عنده الموسطاش مشات هي سميتو ميري ميري ديال الفيورو، ميري اكزاكتومون نحييهم طبعا. كنت عند فاس. فهنا نقدروا نهضروا على الباركور من لا تكنيك لانيماسيون، ونقدروا بيان سور نرجعوا للفاصله باسكو دي من ربما صنفوها على حساب ربما من اشهر البرامج التلفزيونيه في تاريخ التلفزه المغربيه. دونك سيتي فاصله. دايوغ فاصله باقي كلشي تعرفوها الناس بزاف، يمكن دابا الصغار ما تعرفوهاش. انا دابا محسوب، دابا كبرت انا مابقاش محسوب على الصغار. بزاف كيسري باقي شباب تبارك الله مزيان الشباب يمكن الصغار راه ملي تيكبروا كيعاودوا يعرفوا، لان باقي الوالدين تيعرفوا الجدود العمات الخاله الصحاب الى غير ذلك. انا بين قوسين فاصله دابا مازال كنخرج لبرا خارج ارض الوطن، خارج ارض المملكه الشريفه. مثلا كيكون عندي حفلات سهرات مثلا مع الجاليه المغربيه ولا مع مغاربه العالم فين ما كانوا، ضروري انا عماد واش دير لنا فاصله. كيبقى دائما هنا مازال كنتلاقى مع الناس بارتو هنايا. كيفدوا فاصله وانت جبتيها اليوم. فاصله كان من البرامج الزوينه واللي جات في وقتها واحد الوقيته، والحمد لله كانت لقات واحد النجاح باهر. من الرجوع معك كيفاش داز يعني من لا تكنيك. بون انا دخلت بيان سور ما خديت الدبلوم ديالي ديال الدراسات العليا، وكنت درت انا اختصاص في الالكترونيات في وقتها. ومن بعد كنا درنا فورماسيون في لينا لانستيتيو ناسيونال اوديو فيزيوال دونك في كل ما هو سمعي بصري ديال فاس. كان درنا مع دوزيام بيان سور. اختارونا وكانوا كيديروا لنا لي فورماسيون، كانوا دي فورماسيون كونتينيو على ليبوك. جميل جدا. شوف حتى الخدمه كيفاش كان وتاثرنا وتعلمنا. بون بديت بيان سور باقسام سي لا تكنيك ديك الساعات في دوزيام، من بعد المونتاج اي بيان سور تو ما هو لا رياليزاسيون ديال لي بوندانونس ديال لي سبوت بيبليسيتير الى غير ذلك. ثم انا بديت كندير لا رياليزاسيون ديالي في لي كليب. كانت داير ديك الساعات انا بديت كانت من بعد باقي كندير انيماسيون. دونك ديجا انا غير في لا تكنيك في دوزيام، وتنهتم بالموسيقى وكل ما هو فني. في الاول كنت في السبور، كنت كندير لي مونتاج ديال كل ما هو دوك اللي كانت كوب دوروب لا كوب دي موند. الا كانت ساعات ما كانتش سميتها لا تشامبيونز ليغ، كانت سميتها كاس الاوروبي الان ديال البطاله قبل ما تولي سميتها تشامبيونز ليغ. ومن بعد كذلك هادشي كنتي غتكون لاعب ديال الكور. كانت غادي نكون لاعب الكره بيان سور. وكنت لاعب الكره واحد السن متقدمه، ولكن كان ما كنت سيريو. انا كان ممكن كانت عاطيني في كره هي شي الكره كتبغاني، انا اللي دورت على ظهري صراحه تقال. ماشي كيسيون ديال نقول لك لا وشوف الظروف مع القرايه مع الامتحانات، لا كان ممكن نوفق بيناتهم. ولكن الكره بون انني تزادت في ولد المدينه القديمه. غادي نرجعوا للموضوع ديالنا ديال
دونك بحكم انني ولد المدينه القديمه تزاديت نهضر بالطاليان، واعتز بهذاك الدرب دوزنا فيه الطفوله ديالنا تما في المدينه. دونك درب الطاليان، وكانوا عائلات وكانوا ناس، وكان يعني واخا درب شعبي، والله يا اخي لا كل شيء كان الاحترام والاخلاق، وكانت واحد عندك والعائلات وكانوا كيعيشوا معنا حتى اليهود تما في الدرب، اليهود المغاربه، وكنا كنعيشوا في واحد الكوميونيتي، واحد يعني واحد في واحد عائله، في مجتمع فيه سلم وسلام، وفيه المحبه، وفيه الاحترام، احترام الثقافات، واحترام الاخر بصفه عامه. ثم بيان سور زاديت تسحليت عيني، لقيت راسي ودادي. دونك اعشق الكره حتى النخاع، ودادي. واحد كيقول لي خسارتك انت زوين، ولكن خسارتك ودادي. تنقول له دابا انت رجاوي، وعلاش انت رجاوي؟ علاش ما تكون تنقول ليه شوف، ما عندها علاقه، حنا الحمد لله، حنا الجيل اللي طلعنا فيه، حنا ماشي داك الجيل المتعصب. انا الوداد ودادي، ولكن الرجاء كنتفرج فيها، نبغي تربح، تلعب مع اي فرقه نبغي تربح الى الوداد، هادشي عادي، فهمتيني؟ الا الويل الى الوداد، ولكن الرجاء تربح. انا كنفرح انا في الموندياليتو، كنت من المشجعين ديال الرجاء في اللي كان هنا ديال المونديال. في الموندياليتو 2012 اللي بقاو في الفينال مع البايرن، ورا الناس شاهدين، وكيفاش كان تهز ملي كيتماركا البيت، وكيفاش داكشي اللي انت تعرف. بحكم المهم الودادي الى غير ذلك، تزاديت ودادي تمايا. من بعد كنت الوالده الله يرحمها كانت عندها واحد لا فيزيون، كانوا الالعاب ديك الساعه، العاب البحر الابيض المتوسط كان في 83، هادشي دابا قديم شي شويه، ولكن داكشي راه صغير. حتى انايا راه باقي ما كاملش عندي حتى 9 سنين ديك الساعه. كانوا الالعاب البحر الابيض المتوسط، جات العاب اولمبيه، النواه المتوكله بحث الميداليه الذهبيه كانت في لوس انجليس. كذلك سعيد عويطه، الوالده الله يرحمها كان عندها واحد لا فيزيون، قالت لك لا انت خصك تدخل السبور، عندك كتلعب ديما هنا في الدرب، ديما حنا لاعبين الكره في الدرب، كنلعبوا كلشي، ولكن الكره هي اغلبيه. حتى في الصغر كنا كنلعبوا كلشي زعما، يعني كتعرف كدير كلشي، وكنعوموا. جيت تمايا، جيت برميله ما برميله بغيتش نقول مريزيكا، ولكن هي كلارلي. بودكاست راه والو. وكنا كنعوموا في مريزيكا، وما عارفينش حنا شنو هذيك الساعات، هي اللي فين كاين دابا جامع حسن السد الثاني. الثاني. دونك وحنا صغار، وكيفاش تا والدينا كيخليونا نمشيو للبحر مع الدراري، وتلاحوا في دوك الصخيره تما، داك بين الصخر تما، داك الشيء. المهم تعاود تما كتعلم مع الدراري. المهم صافي، غير من بعد مشينا هادشي للنواحي. اللي كيصنع لا بيرسوناليتي ديال الدراري فاش كيكبروا، ديك الوقيته الدراري ديال ديك لا جينيراسيون ديال شحال كتلقاهم حتى اللي ما دارش انجازات كبيره راه تزوج ودار ودار وليدات وكذا. اكيد تيطلع انسان بوليفالون، كان عارف كل شيء. لا علاش؟ حيت ما كانش هاد البليه ديال التليفون ديال الانترنت، باسكو الناس كانوا كيديروا اي حاجه كيديروها فعليه، ما تيديروهاش فيرتوال، ما تيديروهاش في واحد العالم افتراضي. شتي داك ليسبري ديال الجروب، ولد جيراننا نمشي نلعب معاه، هذا صاحبي كنخرج، كاين ديك راه حيت قلت لك ما كانش. علاش كانت لان ما كاينش التليفون وما كانش الانترنت. عندك الوقت فين مشيت عند عند ولد دربكم، ولد الجيران، وتمشي هنا وتدخل عنده ويدخل عندك، وتلعبوا كره، وتمشي تضرب واحد 3 كيلومتر ولا 4 باش تلعب في الدرب الاخر مع الدراري اخرين، وتجي كلك حمري محرود والدنيا هانيه كتفيقوا مع الصباح جات 8 كتخرج من الدار كترجع في السبعة. وما واكلش نهار كله ضربه نص باريزيانه وفيها شويه ديال الحرور. ولا مسمن، هذاك المسمن كان مول المسمن كتعطيه درهم كيعطيك مسمن، كان كيدير لها الله اعلم. كنا واحد الوقيته والله الا كان، والله الا بصح، الا واحد الوقيته كانت نص، تتقول له عطيني واحد الدرهم ديال الطون الحرور، الا ما عندكش فلوس بزاف كيعطيكها نص، كنقول لها نص كوميره، نص باريزيانه، نص كوميره، عضه تيسرح لك فيها شي شويه الحرور، وصافي. وما كاينش الريحه ديال الطون، انت الطون كان هذاك ماشي حتى الطون كان. المهم وكتقضي غرض، النهار كله انت داير في الزنقه. قلت لك صافي، ديك دخلت بحكم هذا، دخلت الوداد، لعبت مينيم كادي جونيور، طلع ليسبوار، مره كيعيطوا لي، مره كيرجعني للجونيور، انا ما كنتش سيريو فهمتي. دونك ما كنتش اي سيريو بزاف، ما عطيتهاش الوقت الكره. كنت يعني دائما ما تنجيش في الوقت في لونطريمون، في الاخر. اما في كنت غادي، كنت ملي كنت باقي، ملي تشغلت شويه مع لي زيتود وداك الشيء، سورتو ملي ديت في لي ستاج وهذا، صافي بديت كنشغل، ما تيدار كتجي عيان. صافي. بقى الكره بقات كعشق بيان سور. و و و ومن تما طبعا كنا بالرجوع قلنا لو سويتش ما بين لا تكنيك لانيماسيون. تكنيك. فوالا. دونك كيما قلت لك، انا كنا واحد الوقيته كنت درت الاختصاص ديالي تكون هو مونتاج في الميدان الفني. بعد ما كنت من السبور وليت في الميدان الفني،
فبديت كان جاتني الفكره انني نبدا نجيبوا لي كليب ديالنا من برا، باسكو كانت عندي اون فيزيون على ليبوك كنقول وهذه خص التاريخ يشهد لي بها، من الناس اللي ساهمت شويه في تطوير المنتوج الفني انذاك، لانه كانت الاغنيه بارزه، اغنيه مغربيه، ولكن كانت بواحد النمطيه ديالها، معروفه بواحد الستيل ديالها. بداو كيطلعوا دي جون اللي كانوا لا جينيراسيون ديالي انذاك، بداو تيطلعوا دي جون. الو جيت واحد الفكره، قلت فوالا بوكوا با نزيدو نضيفوا هاد العنصر الجديد اللي كان بدا كيبان في العالم العربي، اللي هو الفيديو كليب. التسعينات الى نتحدى اي واحد في بدايه التسعينات او التسعينات ما كانش الكليب عنده قيمه هنا في المغرب، كانت كيديروا اغنيه مصوره. اي ما اقول، كانت اغنيه مصوره، كتحط شي واحد حدا شي شجره ولا شي بوطو ديال الضوء، وكتجيب كاميرا وكتبقى سميتو كتبقى دير ليه بحال هكا بالميكرو وهو كيبقى يغني، فهمتيني؟ كاميرا فيها ولا طرطر المخرج اش كيدير، هذاك تيقول لك المغني وليك الحبيبه ديالو ضرب واحد التعليقه كتجري وكتابعها، هذا هو الكليب اللي كان، فهمتيني؟ دونك دابا انا كنت فكر كليبات من بعد جا ديك الساعه، بحكم انا بديت كنشوف ما يقع في العالم العربي، خصوصا بلبنان والشرق الاوسط، مصر الى غيره، مصر طبعا. تنقول علاش لا ما نجيبوش هاد الصناعه ديال الكليب تجي عندنا هنايا وتبدا تطور هاد الشيء، ما يبقاش الفنان كنشوفوه غير ديما الساده ديال مثلا كيغني واقف وهاد الشيء، وديما لابس غير ديما كوستيم كرافات. نو، كيخص عندنا جايه اون جينيراسيون كنتمنوا انا، حنا ديك الساعه حنا دي جون، كنبغي نشوف حتى انا الفنان قريب ليا، ما يبقاش صافي. هي هذيك مشيت بديت كنهتم بالكليب، مشيت لمصر انا على حساب نفقتي الخاصه، داكشي اللي تنجمع مع راسي وكذا وداكشي، وخدمتي الكونجي ديالي وليت باغي نمشي لمصر، نمشي للبنان، نمشي لهذا. دونك الحمد لله كتسهل الامور، درت لي كونتاكت ديالي وبدات المسيره فيها. هي فاش غادي نسويتشي من لا تكنيك نفكر ندير برنامج. في الاول ملي كنت غندير البرنامج اللي كان سميتو رباعيات، كان غادي يكون برنامج هو ديال الفيديو كليب، كنجيبوا لي كليب ديك الساعات كانوا غاخ، ما نبقاوش نشوفوا الشوفه ديال دابا، نشوف هي الشوفه ديال اواخر التسعينات او لا اواسط التسعينات. الكليب كنجيبوه من لبنان، من مصر، ديال دوك النجوم ديك الساعات، كان جورج واسوف، راكب علامه، وعيالي التوفيق، كاظم الصاهر، عمرو دياب، وائل كفوري، بدات ناول الزغبي ديك الساعات، بداو هاد لا جينيراسيون. في الخليج كان عبد المجيد عبد الله، رشيد الماجد، يعني المهم واللائحه طويله، عبد الرويشاد، المهم كنزيد. دونك كاين ولا من الفنانين هذه انت اللي كتقول تعلمت من البرامج ولا من الفن هاد ديك الوقيته. بديت تنجيب لي، منين بديت ولاو كيصيفطوا لي كليب، تنجي وكنصيفطوهم الاداره عندنا في دوزن، كيجيو بحال قال لي كيفاش كدير، قلت فوالا راه ربطت اتصالات مع بعض الفنانين كان تعرفت عليهم، تصاحبت مع شي فنانه ديك الساعات في لبنان وفي مصر، واللي بقاو صحابي حتى لهنا، وهما كانوا في بداياتهم ديك الساعات. و وكاين بعض الشركات حتى هما تعرفت عليهم ديال الانتاج، ايوا بديت كنجيو لعندنا لي كليب في دوزاب بلا ريال بلا جوج، ما كنشريوهمش، نورمالمون كانوا كيتشراو لي كليب. شنو كندير؟ فقط كناخذهم انايا، كيصيفطوا لي وكناخذ لي دغوا دوتور ديالو، تيصيفطوا لي، تيكتبوا تيسنيو لي دغوا دوتور، وكندوزو داكشي عندنا في دوزاب. واحد الوقيته وانا نفكر، قلت هاد لي كليب كيمشيو ضايعين بحال هكا، انا غندير برنامج ديال لي كليب جداد اللي كيكونوا في العالم العربي، وبالتالي نحفز الفنانين المغاربه انهم يبداو يصوروا الكليب باش يدوز عندي في رباعيات. وكان ما كان الحمد لله لهم فرصه، خلقت فرصه، بدا داك التنافس، بداو الفنانه وداير والعديد من الفنانين شاهدون على العصر. بدات ليميسيون، قلت غندير ايميسيون واحد الوقيته كنا كنفكروا، قلت غادي مشيت مع المدير ديك الساعات، قلت له فوالا عندي الفكره، انا غندير ليميسيون نديرها او نيفو ديال الاعداد والاخراج ديالها. قلت لي شنو بغيتي؟ قلت لي خصنا نشوفوا شي بنيته، شوفوها ليا، تقدم لي البرنامج نسميه رباعيات. مشينا، انا صوبت رباعيات، بدا كيدوز في الاول بلا كليبات ولا بلا تقديم. كان من بعد جا عطى يعني بانت لهم الفكره، قال لك خصنا نديروا ليه مقدم او مقدمه. بدينا تنقلبوا على شي، قلت لهم من الاحسن تكون مقدمه بنت، كنديروا لي كاستينغ وانايا في اللجنه تنشوف كيدوزوا، كانوا كيجيو شباب ما بعاد شي شويه باقيين خصهم خدمه. كان جالس جوج الناس، نور الدين الصايل الله يرحمه، المدير اللي كان، المدير العام اللي كان، وطبعا كان معنا حتى هو كذلك الله يرحمه، توفى مؤخرا هذا الصيف اللي فات، اللي هو عمر سليم، الاعلامي والصحفي الكبير، وكان مدير البرامج انذاك في دوزيام، وكان المدير العام هو نور الدين الصايل، حتى هو رحمه الله عليه.
كان حتى مدير مركز سينمائي بالمغرب. وطبعا كانت سي سي ام بيان سور، والناس من لي فونداتور ديال مهرجان مراكش ديال السينما. وحنا تندوزو تيجاوب فيا، وانا عندي انا حيت ملي تيديروا لي كاستينغ كديريجيو انا اللي كنديريجيهم، تمشي لا تنقول لهم شوف تبداو بحال هكا، مرحبا بكم معنا ايها الاحبه الكرام، اليوم غنتلاقاو في برنامج برباعيات. الاخر تيشوف، ومنين كيجيو الاخرين تيجيو ما شويه حشمه، كان بالريتم طايح. ويقول لي علاش انت حنا مشينا بعيد، حبس قال لك اون اريت لي كاستينغ، حبسوا داكشي كاع كله اللي كاين، قال لك ما بغيتش نعرف. كان كنشوف قلت هذا مشى لي البرنامج، قلت هذا غادي يقول لي ما عندناش مع هذا البرنامج كاع مشى، ويقول لي انت اللي غادي دير البرنامج. قلت له كيفاش غندير؟ لا قلت له انا اعداد واخراج ما، لا قال لي انت غدير كلشي فيه، انت غتقدم البرنامج ديالك هذاك، سي طون بيبي دورينافون. يلاه سالينا الله يرحمه عرفتي الرجال كانوا الناس كيفهموا في الاعلام مزيان. قال لك صافي سالينا من بقيت كنشوف عمر سليم بدا كيضحك، قال لي راه شي حاجه زوينه لك. قلت له شوف شي الى هذه اللحظه هذه ترجع معايا ب4 سوايع اللور في هذيك اللحظه، ولا في بالي بانني غادي ندير التقديم وغنكون يوم 4 سوايع قبل من هذيك نهائيا. هذيك الوقيته هذيك الساعات كنت شويه زايد ولكن كنت ضعيف. وهذيك الساعات شنو قال لي عمر سليم الله يرحمه، تيضحك معايا مع ديك السنه باقي كنلعبوا الكره، حنا في الكره في الفرقه ديال دوزيام كنلعبوا الفوتبول ترافايست، وكنلعبوه كنا مكلاسين مزيان كنلعبوها معاهم نيت في داك تعرف داك الفوتبول ترافايست، وكنا في الشامبيون ديالهم كنا دائما كنتكلاساو بارمي ما دينا الشامبيون ولكن كنا دو تروزيام، وكانوا غير القدام ولي سبونسوريزي وكلشي. ايوا المهم هذيك الايامات شويه كنت زيد بواحد الكيلو ولا جوج، كنت ما كنت واعد وما بقيتش كنتريني. ويقول لي انت راك شحال ما لعبتيش، وحيد عليا واحد 5 كيلو عاد يجي يطلع بحال هكا. قلت له واش تهضر معاك؟ قال لي لا شوف لا راه كيهضر معاك المدير معقول راك غدير الانيماسيون، ولكن حيد واحد 5 كيلو. قلت له لا راه زايد 2 كيلو انا. قال لي حيدها صافي. وانا ديك الساعه رقيق انا ضعيف. شو الناس كيفاش قال لي كتفكر قال لك زيد شوف باش الا زدتي من بعد غتلقى فين تزيد. المهم بحال هكا كنضحكوا صافي هذيك بدات افيكتيفمون. انا عطيتها شويه لونطريمون ديك الايامات، سنورمال لونطريمون بغيتي تطيح شي شويه خصك تحبس شويه اليمنيه معروفه، اما لونطريمون بوحدها ما عمرها تطيح لك البوا هذا يمكن. ولكن كنا كنترينيو لونطريمون ديال الكره باقي يلاه خرجت من الوداد بشي 3 سنين باش خرجت من الوداد باقي شاده فيا الكره وهذا. صافي بدات المشوار، دات الحلقه الاولانيه بيلوت صافي قال لك هذا داز البرنامج تما مشات الانطلاقه رباعيات. من بعد رباعيات جا لو كونسيبت ديال فاصله، جاو الفرنسيين بغاو يديروا قالوا لهم بغينا هذاك كيدير رباعيات، هذاك اللي بغينا حيت كانوا بزاف مخترعين في لا قالوا بغينا هذاك الولد. جات تلاقيت معاهم هذيك الساعه انا باقي صغير. لا بديت في فاصله، وفاصله بديت كناخذ جميع البرامج الكبيره ديال دوزيام بيان سور، سهرات ديال راس السنه، سهرات عيد ميلاد دوزيام، من بعد زولت سهرت لكم اللي ديال السبت، من بعد درت اهل المغنى، من بعد درت سهره معك الليله، ودابا دندنه ماشي باركور كبير تبارك الله. بابا عماد واحد القضيه اللي ممكن ما كيعرفوش بزاف ديال الناس، انه في لي ريبيتيسيون ولا في لي بالونس مع لي زارتيست كنلقاك عارف النوطه عارف المقامات. دي فوا كتقول لي شوف ندخلوا غير من هنا كذا كذا. وشوف اولا درست الموسيقى، ولكن ماشي ديك الدراسه اللي هي اللي علمتني، نكونوا واقعيين. انا واخا درت السولفيج، درت عامين درت عود وسولفيج في واحد الوقت من الاوقات، واحد ديك الساعه انا الكونسيرفاتور في الولفه، تنبغي نحيي الناس اللي كانوا قراوني انذاك، منهم سي كريمو البلوي. ولكن كما تيقول المثل الفرنسي افورس دو فورجي اون دوفيان فورجيرون، ما حدك كضرب في حديد كتولي حزام. صافي غتولي حداح ما كاينش. المهم كانت عندي ديك لي نوسيون، ولكن حبي لهذا الميدان ثم سي ان دون. بديت في هذا الميدان، بديت دغيا فهمت الموسيقى، فهمت المقامات، يعني تعلمت هاد الانتقالات ديال المقامات لي غام. من بعد كتعلم الارتام، كتبحث شي شويه، انا خصك شويه البحث على شنو قلت لك الاجتهاد فيها كنت تسد على راسك. خصك شويه ضروري دير شويه ديال البحث ديالك. تشوف ترجع للوالا دائما الناس الاصل ديالنا في الموسيقى. غنبقاو في الموسيقى مثلا الملحنين استاذ عبد القادر الراشدي، كتمشي كتسمع كديكورتيكي ديك الاغاني ديالو، كتقول كيف شنو كان كيستعمل هذا، استعمل هذا الريتم هذا، وكتقول هذا الريتم هذا هو هذا السيد عايش في الرباط واستعمل هذا الريتم هذا، وهذا الريتم ما كاينش. كتمشي كتلقى بان ريتم ديال الاطلس
مرة كتلقاه ديال الأحيدوس، مرة تلقاه دار ريتم ديال الريف، مرة تلقاه دار واحد مثلًا في الأندلسي كتلقاه داير. وهذا البحث ديالي المساج مثلًا ديال التنوع الثقافي. التنوع الناس كانت كتبحث، وحنا من بعد كتجي كتجتهد باش حتى تعرف، ثم بالتالي ولات السن نورمال كتولي فنان بكل المقاييس، كتفهم في جميع المقامات، كتفهم في الأغاني، في النوطة، إلى غير ذلك، كتعرف شكون اللي كيغني وشكون اللي ما كيغنيش، شكون اللي كينشز وشكون اللي ما كينشزش، شكون اللي كيشعر، كنقولوا حنا التزغيبة في لغة الموسيقى، اللي كيشعر أو اللي كيزغب، المهم كتبدا تعرف وكتفهم وكتشوف غير كتشوف الآلات. أنا كتلاحظها مثلًا حنايا عندي أوركسترا هنايا، إلا آلة وحدة ما مساوياش كنعرفها، ولكن هاد الشي كله درته غير تجربة، ما قريتش هاد الشي ولا سي نورمال، راه سنين، راه 31 عام اليوم تنكمل في الميدان ماشي ساهل. الفن، ماشي ساهل. ولكن الحب ديالك للفن خلاك انك تمشي تانفيستي في الفن، وهاد القضيه قليل اللي كيدير. كتلقى لعاب ديال الكره اول حاجه كيديرها كيقول لك خويا انا كنلعب الكره غدا ولا بعد غدا ما تعرفش شنو كيطرا، كيمشي كيحل القهوه. مغني كيدوي معاه تيقول لك خويا غنحل شي غيستيرون انا غدا ولا بعد غدا ما تعرف شنو غير. طابع عماد يخالف القاعده، حتى هو عاوتاني هنا عنده انفيزا، ومن هنا لواحد 10 سنين للكتاب نعاودو ندويو عليه. مسرح الديوان في الدار البيضاء. مسرح الديوان دونك هذا تقريبا هذه واحد أشهر، ميم با هادي شهر باش حلينا فتحنا المسرح. طبعا انا ماشي بوحدي في المسرح، اكيد معايا واحد السيد منتصر اللي هو قريب مني، قريب، عندنا قرابه عائليه جدا. ما تنبغيش نهضر في هذا الموضوع لان خصوصيات عائليه، ولكن انت انا ما دويتش معك عن الخصوصيات العائليه في هذا البودكاست، نورمالمون كنتعمق مع الناس في الخصوصيات العائليه. هو نسيبي كنبغي حتى باش هو نسيبي. فهو كيشتغل في المجال ديال البناء، دونك سي ان بروموتور ايموبيليي، دونك تيدير البني وتيدير المركبات السياحيه، بنا دي زوتيل الى غير ذلك. هذاك شغلو هذاك كيسمى رجل اعمال ومضى فيها. وهو كذلك عنده مع الفن، ورجل حساس، فنان في داخله، فدائما هو مولوع بكل ما هو فني، وعاصر العديد من الفنانين المغاربه. المهم جات الفكره انه كان نديروا شي مسرح، ما مسرح، واللي في حقه جاتو الفكره. فانا ما قلت له غير الله يكمل بخير، ودخلت معاه في هذا المشروع. ولكن راه هو كما كنقولوا هو الانفستيسور صحيح. انا ما يمكنش ليا، ولكن حتى انا حطيت اللي ممكن بالخبره ديالي بالتجربه ديالي. ففي عوض ما نديفي كما قلتي، ربما كان ممكن نقول له اجي نديروا انا وياك واحد المساله، نمشيو نديروا حتى حنا ريستورون ولا نمشي ندير. لا، انا بغيت نبقى في الميدان ديالنا، ودرنا هذا المركب، هذا الفضاء هو فضاء فني ثقافي وترفيهي. فيه طبعا هذا المسرح ديال 300 مقعد، مجهز باحدث التقنيات. سي سا الجديد فيه هو اننا حنا ولاد الميدان، شويه انا ولد الدومين، دونك من ناحيه لو سون لوميير راك جيتي يا جعفر، ما شفتك واقف على الديتاي. الديتاي ديال الديتاي ما كاينش، وتا لاكوستيك تا داكشي ومشى معايا هو السي منتصر الحاج، اللي قلت ليه راك داروا، حط زعما تا هو حط اللي كيخصو يتحط في الانفستيسمون. وفيه كذلك مدرسة لتعليم الآلات الموسيقية، وكذلك مدرسة لتعليم فنون الرقص النبيل بيان سور، لا دونس كلاسيك، لو بالي، لا جيمناستيك ارتستيك الى غير ذلك. فوالا دونك درنا هذا البروجي هذا، نتمنى على الله ما ساهلش. ما كيبانش صعيبه بابا عيمة. عيب فيه اخويا، الريسك. ما كاينش شي حاجه سهله. لا ولكن فيه الريسك. الريسك شوف، الا بغيتي تنجح خذ الريسك. انا بغيتي ما بغيتش تاخذ الريسك باش صعيب، كيخصك طونطي، غير هو الريسك يكون محسوب، يكون شويه محسوب. دابا حيت محسوب. انا كندوي مع انسان اللي عنده خبره في المجال الفني، راه حنا دوينا قال لي 31 عام. دونك ضروري غتكون عنده فيجن فد من هنا لقدام، دونك عارف شنو كاين. بلوس حتى الناس ملي كتجي وهي مرتاحه وثيقه في لو برودوي ولا البلاصه اللي غتجي لها. عماد ما يمكنش يدير اي حاجه. وشوف كيما قلنا ليتود كاينه، درنا دراسه على هذا البروجي هذا. كاين الحب بالمهنه، يعني ممكن ندير شي حاجه اخرى اللي تجيب لنا فلوس بارده كاع، ما فهمتيني، وتجيب حسان وما فيهاش كاع هاد لو ستريس. ولكن لا، انا الحب المهنه بغيت ندير واحد الاضافه، نبقى اون توش بوتيت. هذا هو انا تنقول يمكن هذا هو الباركور ديال عماد. بديت كتقني، من بعد درت لانيماسيون كاعلامي، كمقدم منشط برامج، معد ديال البرامج، العديد من البرامج. ثم يمكن جاء الدور انني
ربما واحد النهار غادي نقول البركة عليا من قوة التقديم وهداك الشيء، دونك درت هاد باش نبقى في الدومين الحاجة اللي كنبغيها، وبالتالي نفيد بها واحد الشريحة مهمة من الفنانين اللي ربما اللي هما غالبيتهم أصدقائي وصديقاتي. فهو لو ريسك كاين ولكن محسوب، ودرنا صلاة استخارة. هادشي ما كنحيدوش، كاين شي حوايج كنكبروا بهم. داكور. اجتهد ودير الدراسة ديالك وهضر بطريقة علمية، ولكن أخويا صلاة استخارة وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله هذا المشروع يكبر. وعلاش لا نشوفوا بحالو بزاف في المغرب؟ لان باقي عند هذا المشكل ديال الناس اللي كتانفيستي ما كتبغيش تانفيستي في قطاع ديال الثقافه وفي ديال الموسيقى. بالنسبه لهم ان هذا الشيء ما كيجيبش فلوس. مي باغ كونطخ في دول اخرى كتسميه الصناعه، دونك حتى هو صناعه بحالو، بحال الحديد، بحال البنين، بحال أكيد اي حاجه. أكيد أكيد. وممكن حنا بحال شوية غادي نديرو تجربة، ممكن تمشي بحوايج أخرى. مثلا هو ما يبقاش محدود فقط أنك عندك مسرح، أنك تجيب ناس كيديروا عرض ديالهم، لا ممكن نفكروا في أشياء أخرى. أنت فكر في أكاديمية ديال الموسيقى، ديال الغناء، أكاديمية ديال الأصوات. لأنه كاينين بزاف الناس تيغنيو، عندنا أصوات زوينة في البلاد، والناس تيغنيو بعض المرات الناس ضايعين كيغنيو في بعض المحلات الليلية. هي راه ماشي ما عيبش، مزيان كياخدوا التجربة وخصو يخدم على راسو. راه ما كينفعو في الآخر الشهر حتى واحد. داك السيد المسكين فنان راه خصو حتى هو ما يدخل جيبو باش حتى هو يعيش، وباش يخلص حتى هو الكرا ولا يخلص الضو ولا شوف شنو هاد، شنو المسكين شنو تابعو حتى هو. هادو الناس متايهين، ربما نجمعهم أنا في واحد الأكاديمية ويكون إنتاج، لما لا، ويبرزوا حتى يعني وطنيا وربما عربيا إن شاء الله. المهم يكون تأطير، يكون بزاف د الحوايج، يكون خير ان شاء الله. يكون خير إن انا شاء الله. نتفائل لهذا المشروع وان شاء الله دعيو معنا، دعيو معنا إن الله شاء ييسر الله. الامور يا رب. إلا إن شاء الله حنا عزمنا، قال لك وإذا عزمت فتوكل على الله، الله قلنا الله سبحانه وتعالى. فهو حسبك. حنا هادشي اللي كاين، إن الله حسبنا. ونتمنى إن شاء الله التوفيق، ومرحبا بالجميع. لو تياتر راه في الوزيز في مدينة الدار البيضاء في كازا، وإن شاء الله تكون خطوة أخرى، لأن كيواعدني الحاج بأن ممكن نديروا أشياء أخرى من بعد إن شاء الله. ان شاء الله. بابا عماد، شنو كيبان لك في المشهد الاعلامي ديال دابا؟ أنا المشهد الإعلامي ناقص، ناقص. المشهد الإعلامي طاح بزاف، للأسف. الميدان الوحيد ربما اللي كنا كاين بزاف د الميادين اللي المغرب مشى فيها في واحد السرعة قصوى، تبارك الله. كنشوفوا البنية التحتية، تنشوفوا ما يقع في الرياضة، بخصوصا حنا دابا مفوكاليزين غير على الكرة، ولكن الرياضة راه عندنا بزاف د الحوايج خصنا كاين بزاف د الرياضات. كيما نجحنا في الكرة، مازال ممكن ننجحوا في الرياضات الاخرى الجماعيه. مازال باقي عندنا الهوند، الباسكيت، الفولي، وعندك رياضات فرديه. الاتليتيزم خصنا نرجعوا للمستوى اللي كنا فيه. كانت عندنا الحمد لله بعض الاستثناءات اللي دابا كتربح، لا سواء في الملاكمه او في العاب قوى او في رياضات اخرى، ولكن هادشي خصنا. المهم حنا جبد هضرنا بان الحمد لله كاينه امور غاده، ولكن في الاعلام رجعت اللور، وهذا واقع. الديجيتال كيأثر على هذه القضيه. كنشوف دابا الاعلام مؤخرا ولاو كيديروا دوك لي فورما قصار، الاعلام الرقمي، شوف، كلشي ولا كيمشي لهاد القضيه. ديجيتال جا باش يعمر غير واحد البلاصه. ديجيتال مش، راه دائما تنهضر على هاد الكلمه هادي. الديجيتال خص يكون هو الاستثناء في المشهد الاعلامي، ماشي هو القاعده. دابا ولا هو القاهره. هو القاعده ولا كنشوفوا لا تيلي اللي تنعرفوا، التلفزيون، الاعلام اللي كان، حتى الجرائد الورقيه مشات. تنشوفوا علاش ما كانش. علاش مثلا فرنسا، حنا كناخذ دائما مثال فرنسا، علاش التلفزه والتلفزيون والقنوات التلفزيونيه باقا عندها القيمه ديالها، باقا عندها الخصوصيه ديالها والحموله ديال الثقافيه اللي جايبه معها والترفيهيه وغير ذلك. هي اللي تعطيك علاش كريديتي. علاش ناجحين في فرنسا؟ وانا نعطيك اكثر. غتقول لي شي واحد يقول لي هذاك راه فرنسا. لا لا سيدي، حنا راه درنا احسن في التيرانات اللي غادي نتصوبوا دابا. غادي يكونوا ربما نفوتوا ونضاهيو، ربما الطرقات اللي غاديين فيهم الحمد لله، واللي غاديين راه غاديين. مثلا مصر، نعم. ها هو مثال حي. مصر التلفزيون باقي شاد رائع، وغادي الناس هي تتبعوا.
يعني ولو ان تا هما عندهم راه مصر 110 مليون نسمه، وشوف لي ريزو سوسيو ديالهم، ولكن ما ضغط ما لان علاش؟ هناك عمل وهناك اراده. للاسف هنايا الاعلام ما لقاش اللي بقى غادي يتدهور وتستغنى صافي. ما تقدر تقول خايب، ما تقدر تقول زوين، ولكن الوسط. لا ينفع ولا يعني لا يغني ولا يسمن من جوع كما تيقولوا العيال. سي صا. ليس من لا الأغنياء. لا والو. البودكاست، شنو كيبان لك في هاد الظاهرة ديال البودكاست اللي ولا أي واحد دابا كيدير بودكاست؟ شوف دابا أنت معايا عادي قول لي. دابا شوف أنت معايا بحال واحد الوقيته تيلي بوتيك، بحال السيبر، بحال سميتو ملي كتنوض شي حاجه راك طاقوس. بحال طاكوس، بحال دوك الناس اللي مشاو كيديروا القهوه اللي تيوقفوا في صوبيلات في طوموبيل القهوه. صافي ملي كتبان الواحد اللي كيديروا هذاك الاول والثاني والثالث تيبان لك كلشي داك لي في مود، ولكن هو غادي يبقى زوين غير من بعد غيتصفى وغادي يولي الاجود والاصلح. البقاء للأقوى. البقاء الاقوى دائما هاد القضيه، لان ما يمكنش دابا مثلا تخيل دابا مثلا اليوم انت جيت عندك جعفر بيان سور اولا اللي كنعرفك وانت تقريبا بحال خويا الصغير، ولكن دابا انا واش غادي يبقى اللي عيط يمشي عنده؟ ما يمكنش الا كانوا كثار. غادي نشوف اللي الاجود والاصلح ربما. ما يمكنش سينو غادي تولي كل نهار خصك دوز برودكاست. كنتمنى انك ما تكون ما ندمتيش ملي جيتي عندي اليوم. ما عمري كندم على شي حاجه بما نهائيا، ودائما كناخذ هذا السر من اسرار الحمد لله التوفيق اللي من الله سبحانه وتعالى، انني ما عمري تندم على شي حاجه، ولا درت شي حاجه ما تيسراتش تناخذها بطريقه ايجابيه وكنحاول نيسرها ونشتغل عليها وتيسر، وما عمري تندم. عمري ما كان ديك الغبينه ما كانت، لا كندورش اللور، ديما كان راسي لقدام. دونك بالعكس ملي جيت انا عارف راسي للجاي وبغيت نجي فيها بزاف د الحوايج. دونك ما يمكن الا يكون هذا اللقاء ايجابي ان شاء الله، وكما قلت لك هذا الروتور غادي البقاء الى اصلح بالنسبه لهذا الشيء ديال البرودكاست. السوفت سكيلز بابا عماد واش مهمين يكونوا عند لا جينيراسيون ديال دابا؟ انا من الناس اللي عاشرتهم لي سوفت سكيلز، مهارات ناعمه 10 على 10. يمكن اكتسبتيهم مع الوقت، يمكن هما ديولك جو من عندك. والله ما خططت لشي حاجه، هذاك الشيء اللي جا ديال الله سبحانه وتعالى، يمكن سي كوم سا. الطريقه ديال التعامل لا مع الفنانه لا في الحياه العامه ما بغيتش ندوي على العائله الصغيره، ما عرفتش كيفاش دير الاوضاع تما، ما عرفتش كي دايرين الاوضاع تما، ولكن الحمد لله بحالي بحال الناس المتزنين. دونك فهادشي بالنسبه للعائله الصغيره. دونك الحمد لله. شوف كنعيشوا بالقيم ديالنا المغربيه، انت مغربيت تحيد انت مغربيت. شوف راه كنا كنمشيو مع العصر وشويه د لا مودرنيتي وشوف هادي، بعد مرة شي نهار كتسافر شي بلاصه وكتشوف، ولكن لا بقى خويا انت المغربي ديالك، لا من ناحيه اخلاقك ولا من ناحيه لبسك ولا من ناحيه اللباس بالعكس اخر صيحه ديال لا مود لبسها، ولكن في اطار انت المغربي ديالنا والمسائل ديالنا. دونك اللي جاي انا من شي بلاصه ما كاين لاش نموديفيو او لا نديروا لها ديك ريفيزيتي، نديروها على الطريقه المغربيه ديالنا بدا حقنا. دونك التعامل ديالي مع الناس مع الاخر، وقلتها في الاول ديال الحلقه، هو مبني على الاحترام الاخر، على انني على الاخلاق دائما. يعني كنحاول ماكسيموم انني نتعامل بخلق مع الناس، وما تكونش في هذيك هذيك الانانيه هي اللي تندير راسي في بلاصه الاخر. دونك الانانيه ما كتكونش، والحمد لله صافي. اول حاجه اللي مني تتعصب اولا كتلقى داك الاخر ماشي في المستوى ديالك الفكري، اولا عنده عراء فكري ولا جهل وما غاديش يتماشى معاك، تنقولوا كيقولوا المصريين الباب اللي قال له منك ريح سدو استريح. اش كندير هذاك ما يمكنش ليا ما نقدش عليه، ماشي في مستوايا كما قلنا، لا الفكري ولا الاخلاقي ولا هذا، ولا حتى الاجتماعي ولا حتى اليومي ولا حتى الدرباوي. يعني هو شي ولد الدرب نجمع معاه، ولد الدرب ديما انا مجمع حتى الدراري ولد الدرب قدام، ولكن واحد يكون ولد الدرب وسميتو ما نجمعش معاه الا ما كانش عنده نفس الوعي ونفس ما يكونش جاهل وما يكونش فيه الانا. هذا هو اللي كاين، والحمد لله الامور غادا. الا ضرني شي واحد في راسي راه كندور وجهي وكنزيد. بابا عماد الكعيه ديالك خايبه شويه، كنشوفك ديما ضريبتك السوفت سكيلز، الكعيه ديالك خايبه شويه. شويه لا
الكعيه ديالي كعيه شويه فكنا طلع كتكون واحد طلع كاينه طلع، ولكن فينالمون كنهني راسي انا شي واحد الا غادي يبقى يكعيني مره وجوج راه كندور وجهي ونزيد صافي كيخصني نحيدو. انا واحد الموقف كنت حضرت ليه الحاجه اللي كتبقى انت كتقدر تزابيه، ولكن لا قاست شي واحد اخر ما عندكش مع الحوكه تقدر توصل معاه فين ما بغيت توصل. نهائيا اوف وشحال وليد شحال وكليت فيها العصا هذه ديال الحقره ديال ما نصبرش على شي واحد يحقر الاخر. الحمد لله انايا باش نكون تحقرت انا ما تنظنش ما عمري خليت شي واحد يحقرني ما تنظنش ما عقلتش عليها، ولكن من بعد مني دارت الايام وليت عماد لي عماد نتيفي والحمد لله كنشتغل وهذا، فما عمري نخلي شي واحد يحقر. يمكن حضرت شحال من مره وقعت تناخذ موقف كيولي مشكله عندي مع داك السيد اللي حقر. انت حضرتي ليه هضر عليه بلا ما تقول لا 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 انا ما كنقولو حتى شي واحد. ما نرجعوش لا، انا ما كنقولو حتى شي واحد. ولكن لا احب الظلم ما كنبغيش الانسان يتحقر. انا نشوف شي واحد مثلا شي دوكيومونتير يكون واقع نشوف شي واحد تحقر غير في برنامج وثائقي نبكي. حساس شويه بابا عماد في هذه المساله. ايوا شويه ايوا الفنان ديما كيكون حساس. يمكن الفنان حقيقه اغلب الفنانات تيكون شويه عندهم واحد احساس مرهف، ولكن انا ما عرفتش انا كان عندي احساس مرهف قبل ما نكون فنان. دونك يمكن شي من التربيه ولا من العائله؟ كاركتيري هكذا خلق ديالي لا عندي احساس مرهف. تنبان قاصح شي شويه عندي فوق كاركتير اللي الابتسامه كاينه ولكن عندي فوق كاركتير كاريزما ولكن ماشي فوق كاريزما. ممكن سميوها كاريزما سميوها وي، ولكن دغيا يبقى فيه الانسان اللي الا مظلوم، يبقى فيه الحيوان يبقاو فيها لا مثلا صعيب عليا مرهف. وما تفكرنيش بحال دابا تجي دابا في هذا البرودكاست جبد لي الوالده نبدا نبكي لك دابا عاوتاني. لا ما نجبدوش هادشي سؤال ما نجبدوش. انا عارف كاينين شي حوايج انا عارف شي حوايج، ولكن حيت انت كتقتي فيا كانا ولدك ما نقدرش نجبدهم لان داكشي بيرسونيل ماشي. اما الا جبت الوالد خلاص دونك هادو كنخليهم هادو الحمد لله دائما نترحم عليهم. وخصوصا في هذا رمضان اللي داز فهذا هو الزوين رمضان كتركز وكتكونسونطرا مع العبادات. وهادشي علاش مديور الله سبحانه وتعالى عطانا هذه الفرصه هذه ديال رمضان ان باش واحد شويه عاوتاني كيدير ديك الفيتاس كتكون غادي بالسيزيام ولا ديك ولا حتى ويتيام ولا ديزيام، ولكن خصك تقراطي الدوزيام باش كتجلس دير وقفه تامل وتعاود تشوف الروحانيات وتعاود تقرب من الله سبحانه وتعالى وشوف شنو كندير وشنو عاوتاني الفلاتات اللي كنبقاو نديرو نحاولوا نحيدو عاوتاني شي شويه. الانسان غادي في الكبر ديالو وكتعاود تفكر وتعاود تفكر الوالدين وترحم عليهم يوميا في التراويح وفي الفجر وفي القيام الليل. وهذا هو اللي بابا عماد قلت لي الوالده ديالي هي اللي كانت عندها لا فيزيون ديال الكره، كانت عندك مع علاقه خاصه. اكيد تبغى يجبدني شتي كانت عندها مع دابا انت حصلتيني. لا لا الحمد لله ما غاديش ندير لان بزاف ولاو تنشوف انا واحد المره بكيت ملي جمعت شي برنامج من برامج جبدوا لي الوالده الله يرحمها وبكيت ولكن كانت عفويه. ولكن دابا انا عمري ما نديرها لان شتا ولاو اللي كيهضروا معاه في التلفزيون كيجيو الدميعات. دونك انا دابا مركز ما الوالده كانت بيان سور علاقه كانت علاقه خاصه ماشي بحال خوتك الاخرين. ايوا شي الفشل المدلل ديالها. لا غير لا ما عرفت ما نقدرش نقول لك ويمكن انا يمكن بحكم انا اصغرهم انا اكل العنقود. يمكن انا اللي بقيت معها بزاف كان كلشي ديال خواتاتي تزوجوا بقيت انا اللي الاخ ديالي تزوج دونك بقيت انا اللي عاشرتها في الوقيته اللي انايا يعني في المراهقه ديالي وراه غير انا وياه بقينا راه كلشي كنتزوج تقريبا. دونك بقيت انا عشت انا والوالده بزاف وصافي ولات بحال الصديقه ديالي ديك الساعات وانا طالع في الطلعه. يعني في الاواج بديت ديك الساعات دخلت بديت كنخدم وبديت درت البرامج وبديت كنتعرف وبدات شويه داك شويه مصيرف داخل مزيان كنت تهلا فيها فهمتيني. دونك سيتي هذيك ليبوك ولكن للاسف كانت عطات الوالدين مهمه. مهمه جدا. وانا تنصي الناس دابا الشباب شي اللي بغى كنوصي نصيحه للشباب واللي بغى تبقى الامور ميسره معاه دنيا واخره ما تقلقش والديك ما تعصبش والديك ما تخليهم ما تنعسهمش بالليل وهما
كاين المغازين والمكائن من كل شي حاجه، راه حيت الله سبحانه وتعالى راه وصى للوالدين، يعني هادشي ما نحتاج نقولو، وبالوالدين احسانا. هذا وثم انا حسيت بها وحسيتها حتى مع الناس كتجربه دنيويه. الربح من الوالدين من رضا الوالدين والخسران من رضا الوالدين، وهي سي غولاتيف بحال الوضع اينشتاين، فهمتي؟ بحدك كنتي مرضي بزاف مع والديك اه غادي يكون عندك النجاح قدك، كنتي مرضي قد هكذا غادي تنجح قد هكا، كنتي مرضي قد هكا تنجح قد هكا، كنتي ما مرضي شيء شوف انت شنو فوق بغيت الوالدين. مزيان دابا ملي راه تساليو بحال هكا دابا كلشي غيولي مرضي الوالدين من سيغولاتيف البودكاست. بعد شوف عقلوا عليها، رضاة الوالدين باش تكسب هذاك الخير اللي كيجي اللي كيبعث لك الله سبحانه وتعالى من رضاة الوالدين، سي غولاتيف تناسبي او نسبي. داك. من حدك كتعمر غادي تجي كبيره. يمكن انايا عمرت والحمد لله، اللهم لك الحمد، ربي رازقني والحمد لله. ربما كنت مركز اكثر، ربما انا عمرت قد هكا باش نكون واقعي. اه ربما كاين اللي معمر قد هكا ديال اه راه عنده احسن مني والله يسهل عليه. دونك خذوها بعين الاعتبار، واقولها للجميع الشباب والناس اللي كيشاهدونا وكذلك الناس اللي في المراهقه. اسمع يا مراهق، حنا والديك راه عارفين اش راه اللي قالوا لك راه هي اللي كاينه. انت كيبانوا لك حوايج اخرى، سواء انت او انت كيبانوا لك حوايج اخرى، ولكن راه والديك هما اللي عارفين. اسمع لهم، غتكبر وغادي او غتكبري وغتقولي والله الا كان عندهم الحق. بابا عماد عندك علاقه خاصه مع مع الابناء ديالك، بابا عماد ابو البنات عندك علاقه خاصه بحال بنات صاحبهم. بنات يا با صاحبهم هادشي انا ولا العشيره ديالو. انا بناتي عايشين حنايا بدلو التالم، انا عشيرو. دونك سي صادقتهم وصاحبتهم الحمد لله، لانه ولو انه هما تقريبا نفس لاج، دونك عندها تقريبا دابا راه 18 طون، 18 15 12 18 15 12، وهذه ديال البنت 12. يعني كتفكر نفس التفكير ديال البنت 18، لان جمعتهم كلهم يعني نفس الحوار، نفس التعامل، نفس الطريقه. حنا دايرين كتله. دونك تنقول لهم اللهم نكون عارف كل شيء، حيت انا مدوز دابا. كنت مدوز بزاف، دوزت ودابا كاين هذا واقع. دونك عارف مزيان وهما فاهميني، بناتي فاهميني بانني مدوز، شايف كل شيء. عرفتي شنو هي تكون سنين وانت كتشتغل بالنهار وبالليل، وكتجمع مع الناس ديال النهار وكتجمع مع الناس ديال الليل، وراه الليل فيه 5 سنين. راه عام ديال الليل بحال عشتي 5 سنين بنهار، لان كاع القوال ديال الدنيا كتشوفهم، وكاع اي حاجه ممكن تشوفها ماشي هي هذيك كتشوفها بالليل، ما كتشوفهاش بالنهار، وهذا واقع. دونك بحكم العمل ديالي انا عشت في الليل. دونك شفت في الليل، مع ان الليل راه هو بحال داك الواد، هو يوجد في النهار ما لا يوجد في البحر. دونك كيبان لك النهار راه هو البحر، هو نو الليل صعيب. وهذا من هذا المنطلق هذا دونك انا صاحبت بناتي وعارفيني بانني عارف كل شيء ومدوز كل شيء، وباقي كنعرف ميزاجور عندي يوميا، تنعرف كاع اش كيوقع. ملي قلتي عندك تيك توك راه كميزاشور يومي بيان سور كيجي كنشوف اش لا نطالع. بيان سور ما يمكنش، لا بالعكس، ودايرها بطريقه علميه، يعني كنحلل دائما احلل. انا كنبغي نخدم على راسي، كنحل المجتمع ديالنا غير من خلال من هذا الشيء. بيان سور خصني نشوف تيك توك، بيان سور خصني ندخل نشوف اي حاجه. ملي كنسمع شي حد تحكم او شي واحد عنده شي مشكله وغادي يدخل الحبس من هاد مثلا الناس ديال هاد هادو اللي صناع المحتوى، ربما اللي تيكونوا مثلا محتوى التافه واللي كيوقع لهم مشاكل، راه كندخل نتعرف عليهم، فهمتيني. دونك ولكن مزيان كاين اللي كيعجبني تيصلح نفسه. انا دائما علاش كنخلي داك هاد الناس ديال باش نرجعوا من بعد نرجعوا المساله ديال العلاقه ديال اللي بيني وبين بناتي. فهاد المساله ديال بيان سور كما قلت لك انايا دائما كندير تحيه للمجتمع، كنبغي كندخل تيك توك تنشوف كلهم، كنشوف لي ستريمر كنشوفهم كلهم، كنبغي نعرف. وكنقول الملاحظه شنو كنقول لك، كاين اللي ما كيعجبنيش تنقول الله يهديه، راه ممكن يطور الامور ديالو للاحسن، ولا ما كيعجبنيش وبغى يبقى يدير هذاك الشيء ديالو خايب، وهذاك الشيء ما كاين حتى شي مشكل، كنسلم عليه. الا تلاقيت معاه نسلم عليه ونعطيه الاحترام ديالو، ولكن انا ما نشوفه لا ولا يشوفني حتى هو يشوفني. انا مثلا مؤخرا مثلا الياس المالكي
انا ما كنتش كنعرفو في الاول ياك، بحكم اني ما تندخلش بزاف، ولكن واحد الوقيته بحكم هو الى توشي واحد البلاصه اللي كنبغيها انا. مني ولات المساله في الكره وهذاك الشيء، من في لو تورنوا ديال التورنوا سميتها مجاتني كينغز ليغ. الكينغز ليغ بيان سور، مع الفريق الوطني اللي كان الفريق الممثل ديال المغرب، مع بيكي مع هذا. ف جي بوكو ابريسي هذا الولد هذا، إياس مالكي عجبني. داير انا واحد الوقيته ملي كنبغي نضحك تنديرو، تندخل تنشوف تيضحكني، عنده الى انتوش، هو عنده الريتم ديالو، عنده بغينا ولا كرهنا. مزيان، سي تري بيان. الوقيته ربما لا اللي شفتو في هذا الوقيته، انا كنت شفتو في قبل اللي ملي قالوا لي لا راه كان كيخص الهضره ولا كذا، يمكن انا ما غاديش ناخذ منه موقف، ولكن ما غنشوفوش. مي من بعد لقيت بان خدم على راسو سي بيان، وكنتفرج كنشوف مره ملي كنشوفو كيضحكني. ما زعما فريمون كيجيني واحد كنتمناو ليه التوفيق في المسيره ديالو. ان شاء الله. هو راه دار ارقام ودار انجازات اللي تا واحد ما يقدر ينكرهم ليه. مازال يزيد، شوف مازال غادي يزيد، راه لي طون راه كيتكادرا مع راسو، راه غادي يمشي مزيان. الله يسهل عليه الامور، سي بيان سي بيان. نتمنى الناس اخرين اللي بحال دابا اللي كانوا في واحد الطريقه وغاديين يعني بحال ما مأثرينش. راه هو تنظن مأثر راسو براسو. الا سمالكي مأثر راسو براسو، راه سي بيان، راه واخا كيكره عنده ما يقول، راه الدري على بال. على بال. ما يحتاجش يقولوا عليه ناس اخرين، دونك راه هو عارف اش كيدير. انا ناس اخرين بغيو حتى يديروا بحال هكا، الا كانوا غاديين يغردون خارج السرب، يرجعوا شويه للسرب، وتولي انت تولي محبوب عند الناس، تاخذ مثلا يعني نقولوا الغالبيه، وبالتالي ممكن تفيدنا انت كمغربي. راه ممكن تعاون البلاد، تعاون الشباب بواحد الطريقه. ها انت مزيان، هو ممكن نفكروا خصنا مسؤولين يشوفوا بحال هاد الناس هادو ويجيبوهم عندهم، ويساهموا هما في تنميه المجتمع وتطوير المجتمع للاحسن، في الاطار اللي بقاو في قالب ديال الترفيه وديال الكوميديا وديال الضحك وديال الاحترام وبيان سور المعلومه والتثقيف. هذا هو اللي كاين. نرجعوا للعلاقه دابا مع الوغ البنات. بالنسبه لعلاقتي مع البنات، كما قلت لك انا بحكم انني مدوز وبانني عارف سكي سباس تقريبا، ففضلت ان من الاول اختاريت هذه المساله انهم يبقاو القراب ليا، بقاو صحاب، الحوار ويعاودوا لي كل شيء. أه والحمد لله نتمناو ان دابا بيان سور الدراسات نورمال كنقولوا انا كنلقاك مركز على الدراسه اكثر. ركز على الدراسه، لانه شحال هذه دابا حاليا تبدلت الامور بالنسبه للبنت. البنات خصهم يقراو دابا، هو كلشي خصو يقرا، باسكو شحال هذه كانوا مثلا ربما قبل والدينا او جدودنا كانوا مازال انا والدينا كانت عندهم واحد الحمد لله كان عندهم واحد الفكر دائما يعني بحال البنت بحال الولد، دونك كلشي خصو يقرا، كلشي خصو بالنسبه للوالديه. ولكن الناس اخرين كانوا ربما كيركزوا على الولد بزاف في الدار، كيقولك البنت مصيرها دار راجلها. دار راجلها. انت جيتي لبيت قاصد مزيان، طبعا هذه سنه الحياه. البنت المصير ديالها انها تتزوج ولكن حنا شحال هذه الا خديتي امراه يعني ما خداماش وجالسه ربات بيت، فكانوا الناس كانوا ناس يعني تيقدروا هذه المساله هذه. ما جبتي هذه البنت هذه وجلسات في الدار وكتربي انت وياها، كتربيو ماشي كتربيه هي، لا كتربيو الوليدات وكتديروا الشغل ديال الدار وعايشين في واحد الطريقه مزيان. هذاك الوقت وانت كتحترمها، كيخصها المتطلبات ديالها، خصها هذه وتحترموها. ولكن دابا ولات الامور غدا شي شويه في الماديات، غادي يوليو شويه الماتيريال بزاف مؤخرا. فتنظن البنت خصها تقرا، خصها الدبلوم ديالها وتقرا تكون مستقله، ومن بعد بيان سور الله يسهل على الله تتزوج. هذا هو اللي كاين. هذه النصيحه اللي نقول لجميع البنات ديال المغاربه وديال الناس اللي كيشاهدونا، فقريو بناتكم، ما تخليوش، لان الامور تبدلات، حتى الفكر ديال الشاب والولد تبدل. تشوف ما ناخذش مراه كل ماشي تبدل، ولكن راه الحياه اللي جينا ندويو عليها بدات شيئا ما كتصعب صعبت واحد بغينا ولا كرهنا. راه كتقول انا انسان ماشي مادي، ولكن الحياه راه تالما ولات صعيبه، وليتي كتهرب لشي حوايج بالفلوس اللي كتقدر تاخذ بهم الراحه. انتفق معك، الحياه صعبت وصعيبه على كاع اللي جاي دابا، الشباب صعيبه عليهم، ولكن راه ماشي غير تقريبا الادويه صعيبه، شنو خصك الدار باش فين تسكن ولكن الدراسه اسمح بابا ايمن نقاطعك، دارت واحد الدراسه لقاو ان الناس كانت كتشري ما بين 20 عام و 30 عام كانت كتكون عندها دارها.
دابا راه ولا ما بين 45 عام ل 65 عاد كتولي عنده دار. واخا هذه دراسه دارت، ولكن انايا كنشوف في شكل اخر. واحد الوقيته اذا رجعتي غير 20 عام ديال اللور، غير 20 عام اللور ولا 25 عام اللور، كتلقى بانه اي واحد كيبدا في الحياه ديالو اول حاجه تيبقى تيخدم وتيبقى يبغي على اساس انه ممكن يدير الدار، يحاول يجمع باش يدير الدار ياك. كان ما كيشوفش الطوموبيله هي الاولى. انا دابا حاليا اي واحد بدا خرج من قرايه ولا خدا الدبلوم ديالو بغى يخدم، اول حاجه كيفكر فيها الطوموبيل. قول لي شكون اللي باقي كلشي باغي الطوموبيل، حتى ما بقى. حنا كنا كنشوف صاحبي في الطوبيس صاحبي. دابا الطوبيس راه ولات عند شي وحدين عيب. زعما كان البيوس كان حتى حنا كان واحد الوقيته البيوس راه بالعكس دابا ولا زوينه صاحبي. راه شوف البيوس الطوبيس في ايامات 90 في اخر التسعينات وسميتو راه كان واعر باش تركب، راه ما كانش ساهل. راه في داك الشيء بابا. وي فوالا دونك بالعكس دابا ولا سيت بيضين سته كتركب بحال هكا بيان. ويلي حميمي كيعنقك شي واحد حدا وانت غادي وربعه كيقلبوا لك في جيبك فهمتيني. واحد خاش يدك في جيب اللور، واحد خاش سميتو، والاخر تيقول لك اسكت هادني هاني وانت خاش يدك في جيب الاخر زاد. هذا فقرات الفولكلور اللي كانوا في الطوبيس هذاك كيبياس دونك ما كانش فيه. دابا الحمد لله تطورت الامور اصاحبي، وكاين ترامواي عندنا، كاين حنا تنهضروا دابا على المدن الكبيره. ربما بعض المدن حتى هما مازال ان شاء الله نتمنوا انهم يشتغلوا على البنيه التحتيه ديالهم، ولكن كتبقى مدينه صغيره ما عندهاش مشكله عكسي 7 دراهم يدك فين ما بغيتي. هذا الشيء اللي كاين. دونك هنا لا، ما تيبان لي دابا لي جون ما بقاوش السلام عليكم يبدا يخدم بعدا ويدمر يمشي يدمر. دابا تقول شي واحد دمر يقول لك تمنا منين جايين. ما هذا كان دمر، راه خصك تدمر. بابا عماد كاينه تماره. التماره ماشي هي التماره مسكين، هو اللي كيهز على ظهره نهار الليل والمطال، غادي جاي هز على ظهره وهذا وتي في الشمس خدام. هذوك الله يكون في العون هذوك هما التماره ديال بصح اللي تيخدموا في الشمس وتيخدموا في لي شونطيي وداك الشيء. هذوك هما اللي خصنا نعطيوهم واحد القيمه ديالهم ونديروا لهم واحد التحيه ديالهم. اما واحد خدام، انا عندي تماره ولكن ماشي دي التماره ديال المسكين هذاك اللي جالس نهار كله في الشمس. دونك حنا خدام الراس خدام، ولكن راك كتجلس راك بعض المرات انت في بيرو، انت في جالس في الدار، انت خدام في البيسي، انت خدام في التليفون، انت فهمتي. دونك انا كنظن ان التماره ديال العقل كتكون اكثر من ديال الجسم راه كتمشي كتنعس كترتاح، ولكن ديال العقل صعيب. هي متعبه. هو ديال العقل صعيبه بيان سير ديال التماره ديال الذهني متعبه على الفيزيك. الفيزيك راه كيما كان حال كترتاح كتنعس اما العقل بعض المرات الا كان خدام راه ما كتنعش مزيان، كتنعس وتفيق. دونك نرجعوا للدار. شي اغلب ديال الشباب دابا كيفكر انه يشري طوموبيل حوايج الطوموبيل، دونك كيصعب عليه الحياه. وغادي وانا راه كنتفهم كنفهم الشباب اللي جون كنفهمهم. غتقول له هو بلاتي شويه خدم شويه بعدا خدم سالاريي ودير لي كونتاكت ديالك وتعلم ودير شويه وحاول تزير راسك شويه وخلي هذه يجمع شي حاجه باش تقدر تدفع في شي حاجه. غادي يقول لك وغتقول لي هو علاش عليك الطوموبيل، حاول انت خذ موين ترونسبور بحال بزاف الناس. غادي يقول لك اصاحبي هو انت كلشي هذاك كتشوف كلشي شحال من واحد راه هذاك خدا الطوموبيل، هذاك عنده الطوموبيل هذاك عنده هاد 5 شهور اول حاجه كيدير ما عرفش راسو واش يكمل في هذيك الخدمه كيولي يبقى بارك فيها حياته كلها. ونكون واقعيين. ها هو كاع ممكن ياخذ طوموبيل، ما تيجيش ياخذ طوموبيل مثلا شي طوموبيل صغيره بلا ما نقول لا مارك ديال مثلا اللي بواحد لا موين. دابا المهم الاثمنه تزاد 14 دابا واحد 14 مثلا ما كيبغيش هو كيفضل ديك 14 يمشي ياخذ شي طوموبيل شويه مستيليه واخا تكون روح خصو الجاج. المهم سميتو ستيل يكون فيها شي باك واعر من عيبات خصو الطوافيك عيبات فاهمي. ياخذ هذيك ويبقى محن معها. كل مره خسر بياسه، هي خسرت لها بوطه فيتاس، هي خسرت لها كذا، هي خسرت ياخذ طوموبيل جديده ولكن غيتقول لك لا هذه كياخذوها غير سميتو. بابا عماد كنشكرك بزاف. شكرا انا كذلك. بودكاست مالي بزاف ديال المواضيع زعما والله مسخينه، وزعما كتقدر تشوف عماد كمقدم ديال البرامج وكذا، ولكن في بودكاست ويدوي هذه غتكون جديده على الناس شويه. اولا تنشكرك جعفر كذلك على هذا اول بودكاست هذا اللي درت انايا. ماشي من طبيعتي ولكن مزيان، تجربه زوينه وهضرنا بواحد التلقائيه وبعفويه، وهذا الشيء اللي بغيت دائما باش نبقاو قراب من المشاهد. ونتمنى هذه الحلقه تنال الرضا والاعجاب ديال كل من كيشاهدنا، ونكونوا درنا شي شويه ودرنا بعض الوقفات على بعض المحطات في حياه اخوكم عماد النتيفي.
شكرا بابا عماد، كنشكرك حتى انا حيت جيتي عندنا. ما تنساوش تابوناو في لاشين، ديروا جيم وسيبورتيوني باش تشوفوا الحلقات اللي جايين. بابا عماد شكرا، الى اللقاء. الى اللقاء.